الحكايه دي فيها ان ايه ان دي؟ يعني ليه ما تبقاش الحكايه دي فيها كان مثلا؟ اشمعنى ان دي اللي شكنا فيها؟ قصه الحكايه فيها ان دي بدات في سوريا. كان في امير اسمه علي بن منقذ، كان عايش في حلب ومعروف عنه انه ذكي وشجاع وكل الناس كانت بتحبه. بس انتوا عارفين بقى ان الناس اللي زي دي بيكون في حاقدين عليها كتير، وفعلا في ناس مؤذيه قدرت انها توقع بين الامير وبين حاكم حلب، وحصل خلاف كبير جدا بينهم لدرجه ان الامير اتوقع ان الحاكم هيقتله فهرب من حلب وراح على دمشق. والحقيقه ان شعور الامير كان صح، الحاكم فعلا كان عايز يقتله، بس هيرجعه تاني ازاي لحلب بعد ما هرب على دمشق؟ فكر ان هو يخدعه. امر الكاتب بتاعه ان هو يبعت رساله للامير في دمشق ويقول له ارجع تاني لحلب، الحاكم مش هيعمل لك حاجه. بس الكاتب عرف ان الحاكم بيخدع الامير، فالكاتب كان عايز ينبه الامير لكن بطريقه غير مباشره علشان الحاكم ما يعرفش يقوم يقتل الكاتب. فالكاتب كتب رساله عاديه جدا زي ما الحاكم عايز، بس ختمها بجمله غريبه قوي ومحدش اخد باله منها. بدل ما يكتب في اخر الرساله ان شاء الله تعالى، كتب ان شاء الله تعالى بتشديد النون. الامير لما وصلته الرساله وقراها استغرب جدا من نهايتها، بس اكيد الكاتب عايز يوصل له حاجه مهمه، اصل مش معقول الكاتب هيغلط في حاجه زي كده يعني. قعد يفكر لحد ما فهم الكاتب عايز يقول له ايه. الامير فهم ان دي هي نفس الان المستخدمه في القران الكريم في قول الله تعالى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. ففهم الخدعه بتاعت الملك وقرر ان هو ما يرجعش الحلب. بس في نفس الوقت الامير كان لازم يرد الرساله للحاكم، بس ختمها بجمله غريبه هي كمان، قال ان الخادم المقر بالانعام. الكاتب لما وصلته الرساله دي اطمن وفهم ان الامير عارف قصده وان هو مش جاي الحلب، وده برضه استنادا لقول الله تعالى انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها. وبكده يبقى الكاتب والامير هما الاثنين بعتوا رسائل مشفره لبعض عن طريق ان بس، واستخداماتها في القران الكريم لا من شاف ولا من دري.